السلام عليكم الاخوان، كنتمنى تكونوا كاملين بخير. كيف ما شفتوا في العنوان، الموضوع اللي غنطرقوا عليه اليوم هو كيفاش يمكن لك تبدا مشروع ديال كاش بلس، وشنو هما الشروط اللي خاص يتوفروا فيك باش تقدر تبدا هذا البروجي هذا. كيف ما شفتوا في المينياتور ديال الفيديو، اللي كيعرف اسامه كوبنهاغن دار لخوه واحد البروجي اللي هو عباره عن كاش بليس، وكنحييه على القضيه هذا من هذا الفيديو هذا. قلال الناس اللي باقيين بقى فيهم ديك الاخوه وكيتعاونوا مع خوتهم في شي حوايج بحال هكا، وفي شي ديزانفيستيسمون بحال اللي دار اسامه مع خوه. وحتى لونطوراج ديالو كل مره كيحاول يعاون شي واحد، هذه حاجه زوينه كتحسب ليه. الوغ نبداو ان شاء الله الفيديو ديالنا. غادي نحاول نجاوبوا على بزاف ديال الاسئله ديال اللي كيخص هاد البروجي هذا بالنسبه للناس اللي بغاو يبداوه. شنو هما الشروط، شنو هما الاجراءات اللي خصك دير، شنو هما المزايا ديال هاد البروجي هذا، شنو هما الحوايج الخايبين على هاد البروجي هذا. وكنبداو باول حاجه اللي غادي ندويو عليها اللي هي الشروط. كيفاش انني كيف ما كتعرفوا دابا، قبل ما نبدا لكم بالشروط، كيف ما كتعرفوا دابا كاش بليس اللي هي دابا واحد الشركه ولات معروفه، واللي بغى يديرها ما يمكنش حتى هاد الشركه معروفه باللوغو ديالها، بالسيستم ديالها، بالديزاين ديالها، بالخدمات اللي كتقدم. دونك اللي بغى يبدا يدير بحال هاد الوكاله هذه خصها تكون عنده واحد لاغريمون من عند لا سوسيتي اللي هي كاش بليس. دونك باش انك تدفع ليهم ويعطوك لاغريمون ديالك، باش انك تقدر دير الافتتاح ويعطوك السيستم باش كيخدموا هما وتبدا خدام، خاص يتوفروا فوق بزاف د الحوايج وتدفع ليهم وعاد تشوف واش يقبلوا لك الدوسي ديالك ولا لا. الوغ باش تبدا هذا البروجي هذا خصك تكون اما كاري شي محل تجاري ولا في الملك ديالك. والشرط الاول اللي غادي نتحدثوا عليه هو انك المحل اللي تكون كاري ولا تكون شاري يكون في واحد الموقع اللي استراتيجي، واحد الموقع اللي يكون دواز كما كنقولوا في الشارع، اللي يكون ماشي بالضروره يكون رئيسي، ولكن الشارع اللي باين وفي واجهه مزيانه اللي غيقدر اللي يخلي لك البروجي ينجح. وحتى هما ملي تدفع لهم الطلب يعطيوك لوتوريزاسيون باش انهم يقدروا يبداو معاك هذا البروجي هذا. الوغ هذا كان هو الشرط الاول. بالنسبه للشرط الثاني هو خاص المحل ديالك اللي غادي تدفع لهم به ما خاصش يكون بينه وبين شي كاش بليس اخرى واحد القرب بزاف، وهذه المسافه حدها يكون اقل من 400 متر ما بين الوكاله ديالك وكاش بليس اخرى. غندوزو الشرط الثالث اللي هو واحد المونطون ضروري خص يكون عندك باش انك تقدر تخدم به، اللي كيتحدد في المدن الكبرى بحال مثلا كازا، الرباط، طنجة، اكادير، كيتحدد في 150 ألف درهم اللي هو 15 مليون. وهذا المونطون هذا كيتختلف على حساب المدينات الكبار والمدينات اللي فيهم الرواج والمدينات الصغار. بحال مثلا شي المدن صغار والبلايص اللي ما فيهمش الحركه بزاف كيكون هذا المونطون قليل. هذا كيف ما قلت لكم هذا المونطون هذا ديال 150 ألف درهم لاش كيصلح، ماشي كتعطيها لهم. هذا خصك تحطه في السميه ديال الشركه اللي غتكري، حيت من بين الشروط ديال باش انك تقدر تدفع له دوسي باش تدير بروجي ديالك في كاش بليس، وخص تكون مؤسس الشركه ضروريه، شركه صار ذات مسؤوليه محدوده والسطاتي ديالها غدير فيه ترانسفير دارجون ولا تحويل الاموال. دونك علاش قلت لكم انايا داك المونطون ديال 150 الف درهم كتحطه في سميت الشركه. هذا المونطون هو اللي كتخدم به، ما كياخذوش هما، كتحطه في سميت الشركه ديالك. ضروري خصك تكري سوسيتي ديالك نتايا وكتحطه في سميت الشركه، باش مثلا شي واحد دار لي شي تحويل مثلا في اوروبا ولا من اوروبا للمغرب ولا من مدينه اخرى لمدينته، كيجي شي واحد كيبغي مثلا مونطون ديال 30000 درهم خصو يلقاه عندك، فهمتي؟ داكشي علاش خص ضروري يكون داك المونطون ديال 150 ألف درهم. دونك حتى لهنا مزيان.
كما قلنا الشروط كاملين دوينا عليهم، نحاولوا نلخصوهم. عندنا الشرط الاول خص يكون عندك محل تجاري في موقع استراتيجي. عندك الشرط الثاني هو خاص يكون المحل ديالك ما يكونش اقل من 400 متر قريب لشي محل اخر. الشرط الثالث هو تكري سوسيتي صار ستاتي ديالها يكون ترانسفير دارجون. عندك الشرط الرابع هو المونطون اللي قلنا ديال 150 الف درهم. هذا اللي قلنا كيختلف من مدينه لمدينه، كل مدينه على حساب على حساب الرواج ديالها. وهذا زعما مدينه صغيره راه ما يعطيوكش هاد 150 الف درهم، غيكون قل. غندوزو باش ما ننساش انا الفلوس اللي كتخدم بها راه كيردوا لك هذاك المونطو ديالك في اقل من 48 ساعه. بحال مثلا اليوم خدمتي بواحد 50 الف درهم، راه ما كتعطلش عليك باش كيرجعوها لك. هذيك فلوس كتبقى عندك، ما كتعطلش عليك 48 ساعه كدوز لك ديك 50 الف درهم ولا 60 الف درهم ولا المونطو اللي خدمتي به. تكون تا 200 الف درهم راه كيدوزوا لك في اقل من 24 ساعه. وحاجه اخرى عاوتاني هي الارباح ديالك راه ما كيتعطلوش في الاخر ديال الشهر. هذا باش نحاولوا نفرقوا المونطو، الفلوس اللي كتخدم بهم كيرجعوا لك في 48 ساعه، والارباح ديالك راه في الاخر الشهر كيفيرسيو لك فليساتك، الارباح اللي ربحتي من دوك لي ترانزاكسيون كاملين اللي دوزتي. ولا تعطلوا عليك كاع مع لو 5 حتى لو 10 في الشهر كيصيفطوا لك فلوس كامل الا كان شي جوغ فيغي ولا شي حاجه بحال هكا. بعد ما كيقبلوا لك المحل ديالك خاص ضروري كتشري واحد المستلزمات ضروريه باش انك كتقاد داك المحل ديالك. كدير واحد مثلا كتشري مثلا كونطوار اللي ضروري خص يكون عندك، هذوك لي كاميرات سيرفيونس ضروري خصهم يكون عندك، بيسي، لامبريمونت، كونطوار، لي فورنيتور دو بيرو تما خصهم يكونوا عندك. المهم هاد المستلزمات ضروري انك انت اللي كتشريهم. ودابا غادي ندوزو مثلا ها هو عندك محل، عندك المسائل ديالك كامله. غندوزو دابا شنو هما الاجراءات. مثلا انا عندي محل كاري ولا شاريه، بغيت ندفع لهاد كاش بليس، كيفاش غندفع لهم؟ دونك هنا غادي اول حاجه غادي تدخل الموقع ديال كاش بليس www.cashbliss.ma. كتدفع لهم، كتاخذ واحد نيميرو التليفون من تما كتلقاه، كتكونتاكتي، كدوي معاه السلام عليكم السلام عندي فوالا عندي واحد المحل وهذا وبغيت يسولوك كاينه بلاصه مثلا، كيعطيوك السيد ريسبونسابل ريجيونال اللي مكلف بديك لا ريجيون اللي غادي يدوي معاك ويقولك شنو خاصك ويجي يشوف المحل وكذلك. دونك شنو كدير هنا؟ ملي كتاخذ الكونتاكت ديال داك السيد ريسبونسابل ريجيونال كيكون مكلف بهذيك لا ريجيون، كتصور ليه المحل، كتعطيه اللوكاليزاسيون ديال المحل، هو كيشوف يقدر كاع يدي بلاصه يشوف المحل واش غيكون سا مارش ولا سا مارش با. ديك الساعه ملي كيتقبل لك لو دوسي ديالك وكيتقبل المحل ديالك كيعطيوك، كيبدا معاك دوك الاجراءات. هنا اول حاجه مثلا تاكسبت لك المحل كيخصك، وبعد ما شريتي كتشري دوك المستلزمات اللي قلنا هما الاول لي كاميرا والبيسي والكونطوار والمسائل والامبريموس والمسائل. من بعد اشنو غيخصك تشري من عند كاش بليس واحد الباك. هاد لو باك سميتو باك دو بيانفوني ولا باقه الترحيب مثلا لا ترجمناها بالعربيه. هاد لو باك هذا كتشريه ب 12000 درهم، 1,040,000 ريال. اشنو فيه هاد الباك هذا؟ هاد الباك كتكون فيه لون الصباغه ديال كاش بليس كما كتعرفوا، داك اللون مبراندينو، ما خصش يكون شي لون اخر، ولا يكون مثلا يكون خضر ولا يكون خضر بارد ولا يكون خضر ناصح بزاف ولا هذا. خاص يكون اللون ديالهم اكزاكت، هما دايرين لي ديك لا كولور، كيحاولوا يدوزيو الالوان، كيعطيك هذيك لا كولور، عارفين هما لا كولور ديالهم كتكون كولور وحده. وشنو كيكون في هذا الباك عاوتاني؟ كيكون فيه قلنا الصباغه، وكيكونوا فيه لي بانو. هذوك لي بانو ديال كاش بليس، كيكون فيه بانو ديال مثلا هذوك لي سوسيتي اللي دايرين كونفونسيون مع كاش بليس بحال مثلا ويسترن يونيون وداكشي. كيكون هاد لي بانو كاملين كيكونوا في داك لو باك. زائد كيكون هذاك لي ستيكرز، دوك الملصقات بحال مثلا لي ستيكرز ديال تي بي او، ديال لي ستيكرز ديال لي سوسيتي اللي دايرين كونفونسيون مع
مع كاش بليس. وكذلك كيكون هذاك لاباري تي بي او، لاباري تي بي او حتى كيعطيوها لكم مع هذا لوباك هذا، باش اللي بغى يخلص الكليان اللي بغى يخلص باغ كارت يخلص بلا كارت ديالو. دابا غادي ندوزو نشوفوا شنو هما الحوايج الزوينين في هذا البروجي هذا، شنو هما الحوايج اللي مزيانين. اول ميزه كاينه في كاش بليس هو انك تقدر في وسط المحل ديالك تكري واحد النشاط تجاري اخر. مثلا بحال مثلا عندك محل كبير شويه دير فيه درتي فيه كاش بليس، ممكن انك دير فيه واحد البارتي اخرى، وغير من الضروري كيقول خاصك تسيباريها. مثلا كاش بليس دير مثلا واحد السيباراسيون، ودير البلايصه الكونت الاخر مثلا غدير فيه لي زاكسيسوار ديال التليفونات، ولا دير فيه فوتوكوبي، ولا تبيع فيه الروشارج مثلا دوك المسيكات صغار، دوك المسائل لي بونبو. هذا ممكن انك دير هذا البلان هذا شريطه انك تسيباريهم مثلا بسيباراسيون ديال الالومنيوم. وهذا هذه حاجه زوينه. حاجه اخرى من بين الميزات لانك ولا الخدمات اللي كيقدموا، هو عندك بزاف ديال الخدمات، منهم خدمه ديال الاداء الفواتير، عندك التحول وتستقبل الاموال من داخل المغرب وخارج المغرب، وكذلك التذاكر ديال الساتيام، تذاكر ديال القطار، وبزاف ديال الخدمات اخرين. ما نقولش لكم كل شيء باش ما نحاولوش نطولوا في الفيديو يجي طويل بزاف. وحاجه اخرى اللي مهمه بزاف هو ان كاش بليس دارت واحد الخدمه جديده، ولا واحد السيرفيس جديد دارته، هو ديال ليفريزون. دخلات الدومين ديال ليفريزون، ولات كدير ليفريزون في جميع المدن المغربيه. كما كتعرفوا دابا الناس ديال الاي كوميرس وهذا الليفريزون فيها شويه الفلوس، وهذه الخدمه هي دارتها. يمكن لك تمشي مثلا دير الكولي ديالك ديال كاش بليس، وهما كيديسباتيوها، هما اللي كيليفريوها للناس. هذه زوينه. واللي زوين في هذا الشيء هو ان واحد القضيه من بين المشاكل حتى الاخر، وغادي نقول لكم علاش تقريبا كاش بليس دارت هذه القضيه هذه. وهذه القضيه مختلف شركات ما دايرينهاش. واللي زوين اكثر هو ان كاش بليس كاينه في بزاف ديال المدن المغربيه. هذه هي افونتاج كاين. داكشي علاش كيكونوا الزبائن كثار بهذا لافونتاج هذا. كيكون مثلا حالين لك مثلا شي اجونس في الكركارات، ولا حالين كاين بزاف ديال لي جازونس عندهم. يعني تقدر تصيفط من اي مدينه، بحال مثلا غتمشي لشي مدينه صغيره ما غتلقاش مثلا ما تلقاش تسهيلات، هذا تبان لك كاش بليس هذا افونتاج، تبان لك كاش بليس غتصيفط منها. هذه زوينه. ومن بين الحوايج اللي خايبين واللي كنشوفوا معنا على اللونغ تايم انهم يقدروا يوقعوا في بحال هاد لي دومين، هو انه بزاف الناس هادو هما الحوايج، هذا هو الحوايج الخايبين اللي كيخليو الناس يهربوا شويه، اللي عندهم لا فيزيون بعيده. هو ان يقدر هذا الشيء هذا يموت. بحال مثلا شحال هادي كانوا لي تيليبوتيك، كان الناس ما عندهمش التليفونات، كانوا كيمشيو للتيليبوتيك، كانوا ديك الساعه البروجي خدام مارش مزيان. واحد الوقيته مات. علاش؟ حيت الناس كلشي شراو التليفونات. الوغ انا كيبان لي هاد البروجي هذا يقدر يوقع ليه بحال هاد البلان، ولكن في اللونغ تايم من دابا لواحد 10 سنين مثلا. بحال مثلا بزاف لا بليبار ديال الناس دابا كيخلصوا باغ ابليكاسيون ديال لا بونك. كيخلص لا فينيت ديالو، كيخلص الماء، كيخلص الضو، كيخلص لابونمون، كلشي كيخلصو غير من التليفون. ما غيحتاج حتى لي فيرمون كيدوزو من التليفون، ما غيحتاج كاع هاد الوكالات. قليل لا كان عنده شي دوسي سينيسيس. هادي نسيت ما قلتهاش لكم، لا كان مثلا شي دوسي سينيسيس راه ممكن ديه عوض ما تمشي لا سينيسيس، كتمشي لاقرب وكاله لك مثلا كاش بليس ولا البريد كاش، وكدير لهم لو دوسي ديالك وكيعطيوك الروسي بلا ما تحتاج انك تنقل حتى للسينيسيس وتشد نوبه. هذه واحد البوان فور داروها سينيسيس مع هاد الوكالات بحال هكا. الو كما قلت لكم البروجي على اللونغ تايم يقدر يموت. هذه هي الحاجه اللي قلت لكم زوينه حتى الاخرى ونرجع ليها، هي هذه دار كاش بليس دارت اون باراليل مع هاد لي سيرفيس اللي كتقدم، دارت الليفريزون. والليفريزون
يلاه تقريبا بدات الليفريزون في هاد الاعوام 3 سنين ولا 5 سنين الاخرى. يلاه بدات شي حاجه سميتها لا ليفريزون، حيتاش بدا الاي كوميرس وبدات شحال من حاجه. والنصيحه اللي غادي نقول للناس هي انهم يحاولوا يختاروا واحد المحل تجاري اللي يكون في واحد بلاصه مزيانه، حيتاش الا ما كانش المحل في بلاصه مزيانه راه غيكون البروجي فاشل 100%. دونك ضروري خص تكون واحد البلاصه مزيانه، يقدروا هما يعطيوك لوتوريزاسيون يعطيوك لاغريمون باش انك تحل في واحد البلاصه، ولكن انت خلصتي لي فري وخلصتي المسائل كاملين باش تخدم، باش يكون عندك واحد البينيفيس، حتى حطيتي واحد راس المال اللي كبير بزاف. دونك خاصك تدخل واحد الارباح اللي مزيانين محترمين. ولكن الا انت حليتي في واحد البلاصه وعطاوك هما الاوكي ولوتوريزاسيون، قاديتي المسائل وخديتي الفورماسيون وبديتي خدام، ولكن ما جابش الله، كتدخل بجوج ريالات في الشهر ما قادينكش حتى انت في مصروفك. دونك ما كاينلاش. هادشي علاش النصيحه اللي غنقول لكم هو البروجي مزيان يدخلك فليسات مزيان، ولكن راه تانفيستي واحد 20 مليون مثلا خاصك تخرج منها فلوس شهريا. راه داكشي اش كنقول لكم، حاولوا المحل اللي يكون في واحد الموقع مزيان، سواء كنتي غتكري سواء كنتي غتشريه، يكون في موقع مزيان باش حتى لا بديتي فيه شي بروجي يكون البينيفيس عندك كبير شويه ومعقول ومحترم، وغادي يرجع لك دوك الفلوس اللي انفيستيتي. وانا الخوت كان هذا هو الفيديو اللي ديال اليوم. كنتمنى نكون فتكم واحد شويه، سمحوا لي راه مع الطريق مديرونجي، ما كنحاول ندوي ومكونسونطري مع الطريق. عجبكم الفيديو ما تنساوش تخليو لنا لايك واشتراك في القناه، واللي شافني غلطت في شي حاجه يحاول يصح ليا في الكومونتير، واللي محتاج شي سؤال مرحبا راه كنجاوب على كاع لي كومونتير. وحاولوا تخليو لنا اشتراك في القناه باش هكا نكبروا العائله ونبارطاجيو مع بعضياتنا اي معلومه، سواء انك تعرفهاش سواء شي واحد محتاج شي حاجه وبغى يسولني عليها مرحبا به في اي دومين. خصوص لي الدومين ديال التجاره الالكترونيه، راه كندير التجاره الالكترونيه. الا بغيتوا اي حاجه مرحبا وشكرا لكم بزاف.